النهاردة هنعمل مع بعض كيكة بالشوكولاتة من غير بيض ولا لبن ولا سمنة. كيكة اقتصادية سهلة خالص وبسيطة ومش مكلفة. يلا بينا نشوف هنعمل الكيكة الحلوة دي ازاي. هنبدأ بالمكونات بتاعتنا. معايا كوباية ونص سكر، حطيت اول كوباية وده النص، يبقى كوباية ونص سكر. معايا بيبسي هاخد منه كوبايتين، بدل المية او عصير البرتقال بحط بيبسي. عملناها قبل كده بعصير البرتقال، المرة دي هنعملها بالبيبسي وممكن تتعمل بالسيفن كمان. هاخد كوبايتين بيبسي ومعايا نص كوباية زيت واحطهم كلهم على بعض واقلبهم كويس واحط فانيليا. هقلبهم لحد ما السكر يدوب. بعد ما خلطنا المواد السائلة ودوبنا السكر كويس هنركنهم على جنب ونجيب المواد الجافة. معايا كوبايتين ونص دقيق، حطيت عليهم معلقتين كبار نشا ونخلتهم، وهحط 3 معالق كبار كاكاو خام وهنخلهم كويس عشان دايما الكاكاو الخام بيبقى فيه تكتلات. شايفين لازم يبقى ناعم معايا بالشكل ده. هنخلهم كويس وبعدين نبتدي نخلطهم على المواد السائلة. هنبتدي بقى نخلط المواد الجافة على المواد السائلة، وبحط الدقيق شوية بشوية. الاول هحط رشة ملح كنت ناسياها وحطيتها في الاخر كده. لازم رشة الملح دي بتوازن مع السكر. هحط شوية شوية واخلط في اتجاه واحد كده لحد ما اخلص كمية الدقيق كلها. هخلط كل الكمية ولحد ما العجينة تبقى ناعمة معايا. معايا نص كيس كيك شيف عبارة عن معلقة كبيرة. هحطها وهقلب الخليط كويس قوي. هدخل الخميرة في كل العجينة. ومعايا بقى اخر مكون اللي هو معلقة الخل. هحط برضو معلقة الخل واقلبها كويس قوي، وبعدين نجيب الصينية بتاعتنا نصب الخليط فيها. هجيب الصينية وادهنها زيت كويس من الجناب وادهنها كلها، وبعدين ارشها بالدقيق واصب فيها الخليط وادخلها في فرن درجة حرارته 180 درجة. مفتحش عليها الفرن لمدة نص ساعة. بعد النص ساعة هفتح الفرن واشوف اختبرها. لو ما كانتش استوت كويس هسيبها، اهد عليها النار واسيبها براحتها تقعد ربع ساعة كمان تلت ساعة على حسب ما تستوي. المهم ما نطفيش النار قبل ما نطمن ان هي تكون استوت كويس. وده شكلها بعد ما طلعناها من الفرن. خدت معايا ساعة الا 10 دقايق. بعد ما قلبناها في الطبق هنجيب شوية سكر بودر كده ونرشها عليها من فوق، او ممكن نعمل لها صوص شوكولاتة ونحط عليها الصوص. بس انا اكتفيت بالسكر كده عشان يديها شكل حلو شوية. هبتدي هقطعها قطع كده مربعة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. وده شكل الكيكة بعد ما قطعناها. شايفين طرية وهشة كده ومستوية حلو. ارتفاعها حلو جدا، واللي يشوفها يقول انها معمولة ببيض وسمنة ولبن. بجد حلوة قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو وصلتوا معانا لحد هنا ما تنسوش تعملونا لايك وشير واشتراك في القناة. فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شيروا الفيديو لاصحابكم. علقونا لو بكلمة واحدة عشان الفيديو يوصل لعدد كبير من الناس. اشوفكم على خير. باي باي.